ايه يا زيزو ده يا زيزو؟ ايه يا زيزو ده يا زيزو؟ انت بتشيل صورتك مع نادي الزمالك وبتحط صورتك مع منتخب مصر، يعني بتقول ان انت انتمائي قوي كده للدرجه دي؟ ده انت باين عليك بتحب منتخب مصر قوي قوي. بص الفيديو ده. زيزو ده لو طلب من جمهور الزمالك ان احنا ندفع له من جيبه، قسما بالله انا ما بكذب، احنا هنديله كل مرتبنا وهنديله كل جنيه داخل في جيبنا ليه هو مخصوص عشان خاطر يجدد في نادي الزمالك. احنا زي ما بنحبه تمام، وهو لما ما حبيناش وادانا نفس الحب ده مش هينفع. طب بص، انا عندي فكره احسن، ان انتوا تاكلوا مكرونه روجينا، بس للاسف فات الاوان. فاكر لما كانوا بياكلوا مولتو عشان فرجان السيسي يجدد تقريبا؟ والله ضحك. طب بص الفكره دي فكره احسن شويه يعني، بس مش هتعرفوا برضو فيها. كل واحد مثلا من جماهير نادي الزمالك 10000 جنيه، واللي مش هيقدر على 10000 جنيه 5000 جنيه 1000 جنيه اللي انت عايز تدفعه ادفعه. وفي الاخر مش هيجدد هو اصلا. فطاره 10000 جنيه، بيفطر ب 10000 جنيه. فانت تخيل انت تروح تديله 10000 جنيه. دول يا زيزو 10000 جنيه عشان ال 100 مليون جنيه اللي انت مش عارفين يجددوها بيك. طب بص الفيديو ده. اسمع يا غريمي، وعندي غزالة. غزالة ايه؟ غزالة حمرا. حمراء ايه؟ تشرب مية. مية ايه؟ مية. يعني تخيل فعلا ان الغزاله تبقى غزالتين وجماهير نادي الاهلي يروح يحتفل معاهم زيزو وامام عاشور. يعني هتلاقي جماهير نادي الزمالك، فلوسي يا حرامي، فلوسي ال 10000 جنيه بتوعي. طب بص الفيديو ده. زيزو احنا بنحبك، اوعى تمشي بالله عليك يا شيخ، وحياة ايلا اوعى تمشي، وحياة ايلا اوعى تمشي، وحياة ايلا اوعى تمشي، وحياة ايلا اوعى تمشي، وحياة ايلا. زيزو مش هي. يعني تخيل بقى بعد الفيديو ده زيزو ما يجددش، حرفيا جماهير نادي الزمالك هتشطفوا على السوشيال ميديا بجد والله.